كتبت أبياتا تعبيرا عن فرحنا بهذا الموقف. قلت فيها: دور الحديث منار العلم إذ طلعت، دور الحديث منار العلم إذ طلعت، طلائع النور مثل الفجر تنتشر. يا مرحبا بشيوخ العلم إذ نزلوا دار الكرام وجاء الخير والخبر. جاء المشايخ من دار الحديث فهم بالعلم في الأرض مثل الغيث ينهمر. أشياخ علم وفي وجه العدا ثبتوا، كم نالهم من آذات الناس كم صبروا. هم الدعاة وفي الوديان قد نزلوا، وفي السهول وفي الآكام قد سهروا. لا يأبهون بما يلقون من تعب، فهمهم سنة المختار تنتصر. يا قوم ها هم دعاة الحق يقدمهم شيخ كريم بليغ نهجه الأثر. هذا السعيدي قد زانت بمقدمه أرض السعيدة وارتاحت له البشر. هذا السعيدي قد حلاه خالقه من المكارم نور العلم يزدهر. من دار شيخي جاء الفارس البطل، وأعني بشيخي شيخ الفاضل أبي ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله. من دار شيخي جاء الفارس البطل، من دار شيخي تنحو نحونا الدرر. من دار شيخي جاء السيل ينحدر، من دار شيخي جاء الموكب العطر. يعني أبا ذر من بالخير علمنا أصناف علم وأخلاق كذا العبر. لك السلام فأنت الأب منزلكم بين الحنايا وأنت السمع والبصر. لك السلام فأنت الأب منزلكم بين الحنايا وأنت السمع والبصر. لك السلام فكم نشأت من بطل، فالشبل بين الورى من ذلك النمر. لك السلام ومن يرعى لفضلكم طلابكم في نواحي الأرض تنتشر. لك السلام فأنت العالم الفطن، وأنت ناقد أهل الزيغ إذ فجروا. لك السلام فأنت العالم الفطن، وأنت ناقد أهل الزيغ إذ فجروا. لك السلام فكم هدمت من ظلم، وكم تحطم من شرك له أشر. إذا قرعت على الأقوام قارعة صارت على إثرها الهامات تنكسر. يا مرحبا بجموع الخير إذ نزلت، يا مرحبا بوجوه الخير إذ حضروا. يا مرحبا بضيوف الله إذ قدموا، والشرك والشر بين الناس مندحر. يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكرام القوم منزلكم فوق الرؤوس وفي الأعيان تنجبر. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس وما ضاء في جنح الدجى قمر. والآل والصحب ثم التابعين لهم من سار في نهجه يرجى له ظفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.